الكرسي اللي فاضي. اي ارجو من المصور التلفزيون المصري، ارجوه من فضلك بلاش احراج. يعني ايه صورة الكرسي اللي فاضي اللي انت صورتها دي؟ ان هو مقعد الرئيس فارغ مثلا. لو نرجع يا جماعه في صور الدكتور مرسي في يعني ده جزء. في الصلاة بقى كان في صورة مثيرة جدا بجوار الامام اهو، ده سكيورتي جنب الامام، يعني ده ادي سكيورتي واقف جنب الامام، ده الامن. يعني ليه واقف جنب الامام؟ ليه الامن واقف جنب على الشمال؟ لا نرجع تاني للصورة يا جماعة لو سمحتوا. ما ينفعش يصلي على شمال الامام، ما ينفعش. هو ما ينفعش ما ينفعش ان انت يبقى فيه يعني ليه واقف جنب؟ عمرنا احنا شفنا كل الرؤساء بيصلوا، عمرنا ما شفنا صورة امن واقف جنب الامام، ما شفناهاش. انت بتأمن الامام ولا بتأمن مرسي ولا بتأمن مين؟ يعني ايه الفزع ده؟ ايه السكنة العسكرية اللي هو بيصلي فيها ده؟ ده انت اما واقف بقى عشان خايف من الشيطان، والشيطان لا يدخل المساجد. يعني الا بقى لو يعني في ايه ده؟ ازاي كده؟ ده انت جوه، ده انت وسط الجيش المصري. هو انت خايف من الجيش المصري؟ يعني انت وسط السكنة العسكرية، انت وسط قوات الجيش المصري، قوات المسلحة المصرية اللي انت بتقول انها سند لك وعون على اعدائك وكل الكلام الحلو ده. انت واضح ان انت قلقان حتى من الجيش المصري، حتى من دول انت قلقان ان انت توقف جنب الامام سكيورتي وامن، يا عالم وامن مدني ما احناش عارفين ده ايه بالظبط. ده امن من حرس الجمهوري اكيد، بس يعني ده واضح ان ده حرس لا جمهور، لا ده حرس تبعك. ده معناها انه انت تخاف حتى وانت داخل المسجد، حتى وانت وسط الجيش المصري انت خايف، حتى وانت جوه الصلاه. اما الصوره بقى ارجو من المصور انه ما يجيبش الكرسي فاضي. دي على فكره يعني الناس كتيره بتتشائم من الموضوع ده. خلي بالك والشيطان شاطر. فاصل.